بالموصل العراق سنة 1872. احفظ هذا التاريخ. كان العراق يعيش بمجاعة جدا كبيرة. بسبب هاي المجاعة صارت الناس ما تعرف شلون تطلع أكلها وشربها. واحدة من هاي العائلة عائلة عبود وخجاوة. هاي العائلة اللي قد ما هي فقيرة كل شهرين ياكلون قطعة خبز. فبيوم من الأيام خطرت ببال الزوجين فكرة انه يقتلون الناس ويطبخون لحمهم. فبلشوا بأول ضحية، امرأة عجوز عايشة لحالها. راحوا طبوا عليها، خنقوها وقتلوها وقطعوها ورموا جسمها بالقدر، القدر تبع الماء اللي يغلي. فلما طبخوا لحمها واكلوه ما عجبهم الطعم، طب بسبب أنا انه شو دخلي بهذا؟ اسمع بس أنا اسمع وين؟ اسمع القصة إلك، يعني مو شرط تكونين بطلة بالقصة. قصة إهداء إلك يعني. واو. المهم، نورت على السجاد. هسه راح أقول لك أنت وين. ف لما أكلوا لحمها قالوا إنه لحمها سميك وجدا قاسي ومو طيب نهائيا من أهالي علاوي. خطرت بوالد الزوجة اللي اسمها خجاوة فكرة إنه ياكلون لحم الأطفال. فبلشوا بطفل يتيم كان آه كان يطلع حتى يجد من الناس، هوملس هو، يعني يطلب منهم نقود ما عنده. فبعدها شنو صار؟ مسحت الرسالة. بعدها مسكوا طفل وقتلوه وذبحوه وطلعوا عيونه بواسطة أظافرهم، يعني قتلة شنيعة جدا. إلى أن طبخوه وهنا عجبهم الطعم وبلشوا بسلسلة قتل للأطفال. تجاوزوا عدد ضحاياهم من الأطفال 89 طفل، تخيلي. ف بيوم من الأيام نورت فيوليتا كانت في بنت مشاغبة طلعت من البيت. هاي البنت المشاغبة اللي هي إلينا الله. طلعت من البيت مع العلم انه امها قالت لها لا تطلعين، المكان خطير جدا وفي قتلة سفاحين يقتلون بالناس. قالت لها ماما ما بسمع كلامك بطلع. الام من قد ما هي خافت على بنتها ضربتها وحرفيا ربطتها بالسرير حتى ما تطلع من شدة خوفها على بنتها. البنت المهبولة اللي اسمها إلينا شنو سوت؟ فكت الحبل وطلعت. لما فكت الحبل شنو لاقت قدامها؟ أطفال. لاقت لاقت قدامها عبود وزوجته، واحد ماسك المجرف والثانية ماسكة قلم رصاص. سوت الزوجة أول شي عبود عطاها بالمجرف وعلى راسها خلاها تفقد الوعي، والزوجة وهي بالشارع مسكت القلم الرصاص وصارت تطعن بمخ البنت إلى أن ماتت. فلما قتلوا الطفلة إلينا قطعوا راسها وصاروا يأكلون بلحمها، إلى أن الأم شافت المنظر من بعيد ببيت عبود وخجاوة وصارت تصرخ مثل المجنونة. راحت مركز الشرطة وحكت كل اللي صار. اقتحموا الشرطة البيت وأمسكوا عبود وخجاوة ورسلوهم للمحكمة وتعاقبوا انه كل الناس ياخذوا. تخيلي هذا اغرب حكم بتاريخ العراق، انه كل الناس اللي انقتلوا اطفالهم يمسكون سكينة وكل شخص
يطعن عبود وزوجته 10 طعنات، الله. فانقتلوا عبود وخجاه وخذوا جزاهم. وانا اسف يا ايلينا لان قتلتك. أنت عبود؟ لا، انا راعي القصة. شنو رايك بالقصة؟ صراحة ما أحسها قصة. شو تحسينها شو؟ يعني كلام عادي، ما